عايزك كده تتخيل معايا ان النهارده المباراه بتبدا وفي اول 10 دقائق في الدقيقه الخامسه او في الدقيقه السابعه بيرسي تاو يحرز الهدف الاول للنادي الاهلي وسط 60 الف مشجع للوداد. النادي الاهلي بيتقدم بهدفه الاول. الهدف ده اللي هيغير مجرى المباراه تماما. الهدف ده اللي هيديك الامل وهيديك ثقه عاليه جدا. الهدف ده اللي هيدمر الامل بتاع الوداد، لكن في نفس الوقت هيخلي لعيبه الوداد تثور في الملعب. هيثوروا في الملعب وهيتحول لعبهم اوقات للعب عشوائي، وهنا هتتولد الغلطات ويبتدي النادي الاهلي ان هو يستغل غلطات الوداد اللي بيقع فيها. لكن في نفس الوقت لازم تكون اللعيبه في خط النص وفي الدفاع واقفين كويس ومتمركزين كويس ومركزين كويس جدا. وفعلا الوداد يحاول ان هو يوصل ويخترق لل 18، لكن انت مركز وواقف كويس وبتخرج الكوره. وفي هجمه تانية على النادي الاهلي وتسديده من بره ال 18، لكن الشناوي بيتالق يخرج الكوره وتروح للنادي الاهلي، والاهلي يلعبها هجمه مرتده توصل عند حسين الشحات. حسين الشحات اللي رايح عند ال 18 قرب حسين، لكن حسين بيخرج الكرة وبيشوطها بشكل غريب جدا، ومعاها صفارة الحكم عشان يعلن نهاية الشوط الأول. عزيز انت تعبت، اشرب الشاي بتاعك والسيجارة عبال الشوط الثاني ما يبتدي. ويبتدي الشوط الثاني ومعاه تبديل أول للوداد بتغيير هجومي. مدرب الوداد بيزود اللعيبة الهجومية عشان يقدروا يضغطوا على الدفاع بتاعك، لكن في نفس الوقت كولر يكون مدي تعليمات لثلاثي خط النص ان هو يكون بيرجع يدافع ويهتم اكتر بالدفاع اكتر من مهامه الهجومية. ولان اللعيبة مركزة وواقفين صح، فالاهلي يقدر يقفل المساحات بتاعته. وهجمه في الثانيه في الثالثه، لكن مفيش كوره بتعدي، والكوره اللي بتعدي الشناوي بيتالق وبيصدها، والوقت بيعدي ودخلنا في الوقت الاضافي، فتلاقي نفسك اتضغطت اكتر ومخزون الطاقه والمخزون البدني بيقل، لكنك بتحاول وبتعافر وبتخلص اخر نقطه عرق عندك لحد ما الحكم يصفر عشان ينهي المباراه. وبالفعل الحكم يصفر وينهي المباراه ويعلن تتويج النادي الاهلي بالاميره السمراء للمره ال11 من قلب كازابلانكا وسط 60 او 70 الف مشجع لنادي الوداد. وسط جحيم كازابلانكا الاهلي بيقدر ان هو يتوج بالبطوله. هتقول لي الموضوع ده صعب وانت بتحلم وبتتخيل. هقول لك ايوه، انا قلت لك تخيل معايا في الاول، والموضوع فعلا صعب لكنه مش مستحيل. ولو انت فاكر ان هو مستحيل افتكر هدف ابو تريكه في الصفاقس. وقتها كان معلق المباراه والجماهير في المدرجات واللعيبه بتحتفل بتتويج الصفاقس بالبطوله، لكن يجي ابو تريكه في اخر لحظات وفي اخر ثواني يسرق اللقب منهم. ابو تريكه اللي بيسجل هدف من اغلى اهداف ابو تريكه ومن اغلى اهداف النادي الاهلي. هتقول لي يا عم الجيل ده غير الجيل ده والوقت غير الوقت ده. هقول لك ايوه، لكن الكوره بتظل واحده. الكوره ما فيهاش مستحيل يا صديقي، والنادي الاهلي قادر ان هو ياخد البطوله من قلب كازابلانكا.